السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، شكرا لكم على متابعتكم وتفاعلكم الدائم. اليوم نقدم لكم آخر التحديثات حول انتقالات اللاعبين المغاربة مع تفاصيل دقيقة ومصادر موثوقة كما اعتدنا. بدأنا بتصريح المدرب جوزيه مورينيو حول اللاعب المغربي يوسف النصيري الذي أبدى تألقه في المباراة الأخيرة وسجل الهدف القاتل الذي منح فريقه الفوز. ومع ذلك تعرض النصري لبطاقة صفراء بسبب خلعه قميصه أثناء الاحتفال بالهدف، مما يعني أنه سيغيب عن المباراة القادمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء. مورينيو علق على الموقف بشكل كوميدي قائلا: لو كنت مكانه لخلعت بنطالي من شدة الفرح. النصيري لاعب مهم ويجب أن يتعلم التحكم في مشاعره في مثل هذه المواقف. أما بالنسبة لآدم أزنو، فقد أكد الصحفي الألماني فلوران بلمبر أن اللاعب المغربي قريب جدا من الانتقال إلى نادي بلد وليد على شكل إعارة لمدة 6 أشهر دون خيار شراء. هذا الانتقال يأتي بسبب رغبة أزنو في الحصول على دقائق لعب أكثر، لكن نادي بايرن ميونخ لا يريد التخلي عنه بشكل نهائي. عبد الصمد الزلزولي يواصل تراجعه في الأداء، حيث لم يسجل أي هدف في آخر 11 مباراة. في المباراة الأخيرة تم وضعه على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 72، مما يثير تساؤلات حول مستقبله مع الفريق. إلياس بن الصغير أيضا يعاني من تراجع في مستواه، حيث لم يظهر الأداء المتوقع منه في المباريات الأخيرة. نتمنى أن تكون هذه مرحلة عابرة وأن يعود إلى مستواه المعتاد قريبا. أخيرا، عبد الحميد أيت بودلال الذي انتقل مؤخرا من أكاديمية محمد السادس إلى نادي فرنسي يجذب اهتمام أندية أخرى، ومع ذلك من المتوقع أن يبقى في ناديه الحالي لبعض الوقت حتى يتمكن من التطور وفرض نفسه في الفريق الأول. شكرا لكم على المتابعة، وإلى لقاء جديد مع المزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله، مع السلامة.